صباح الخير، ازيكم؟ اخباركم؟ صحتكم؟ ان شاء الله كويسين يا رب. الناس كلها تكون بخير وصحة وعافية. معكم هاجر وده فيديو جديد. مشتاقين كتير 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 من اخر فيديو. الليلة حابة ان انا اشارك معاكم في الفيديو ده يومياتي وكده، وبعمل شنو من الصباح وكده. يعني انا الفترة الصباحية دي اللي هو يا دوبك قمت، بس ما عملت اي حاجة لسه. قمت بس صليت وقعدت شوية وقلبت في التليفون شوية. دخلت طلعت عارفين انتوا اللي هو عدم الموضوع ده، داخلين طالعين من غير اي هدف لما بيكون عندكم مشاوير، ما يكون عندكم اي حاجة. فبس دي الحاجة اللي انا عملتها من الصباح. فحاليا عايزة قلت قررت ان انا اشارككم الفيديو بتاعي ده. بصراحة لي كم يوم عايزة أصور، بس ما عارفة، مكسلة. ما عارفة. المهم الليلة الحمد لله قمت وتشجعت وقررت إن أنا هصور وهنزل الفيديو ده بإذن الله تعالى، وأشارككم فيه يعني يومياتي وأنا بعمل شنو في اليوم وكده. فهبتدي معاكم اليوم من الأول خالص. بالنسبة لي إنه يداب أنا يعني كده يداب هعمل أول حاجة عايزة أعملها، عايزة إني أعمل لي فطور أفطر وكده. بعد ذاك في كذا حاجة عايزة أعملها في البيت وكده، وهنقضي اليوم مع بعض ونشوف اليوم هنعمل فيه شنو. فتابعوا الفيديو إن شاء الله يعجبكم، وبس كده. المهم يا جماعة، طبعا جيت المطبخ، وطبعا كالعادة المعتادة في شوية حاجات غسلتها، وقلت أجهز الفطور أول حاجة، لأنه الليلة اليوم ده عندي فيه كذا حاجات أعملها زي ما قلت لكم. جبت بطاطس غسلتها، ثانية واحدة. المهم جبت بطاطس 4 بطاطسات غسلتهم وهقشرهم. عايزة أحملهم يعني بطاطس صوابع على قول المصريين. فبس هنحمل شوية بطاطس، وعندنا حدث من أول امبارح صراحة، كنت كده برضو أحط في الفطور، وشوربة عدس، وقطع معاه شوية سلطة وكده. والمهم فطور يعني أكل على السريع، الحاجة الموجودة في البيت. عشان لسه بصراحة ما حابة أنزل هسي، هنزل كده كده بس ما هسي بعدين. فقلت أعمل الحاجات الموجودة عندنا في البيت وبعدين أنزل أجيب شوية حاجات كده، عشان في كذا حاجة بتاعت حاجات الفطور دايما لما تكون موجودة بصراحة بتوفر عليكي حاجات كتيرة. احنا بنحب نجيب حاجات كمية ونحطها، الواحد بيصحى من الصباح ما بيكون مضطر انه ينزل ولا يعمل اي حاجة. واحيانا حتى العيش بنكلم زول من تحت كده، عشان بس النزول بتاع الصباح ده صعب شديد. حابة اقول شنو، حابة اقول للبنات اللي بيكسروا من المطبخ وبشوفوا الموضوع، المهم مش من المطبخ بس، من شغل البيت عامة يعني. يعني انا ما كنت كده خالص، لان انا بالمعروضة يعني كنت كبرت البيت، ويعني لقيت نفسي ان انا يعني بعمل شغل البيت. تعودت من بدري، يعني من بدري ان انا اشتغل شغل البيت كده. الكلام ده كنت قبل كده في فيديو بس ما متذكر اي فيديو. المهم حابة اقول لك انك انتي لما تعودي نفسك من نفسك انك تشتغل في البيت، حتى لو ما يعني ما بتعملي حاجات كتيرة، المهم الحاجات المفروض تعمليها يعني. تنظفي غرفتك، تنظفي الصالة، تلمي البيت كده، يعني حاجات بسيطة بسيطة خفيفة. الحاجات دي صدقيني بتفرق معاكي شديد يعني. حتى لو اتخطيتي في أي ظرف ما في الحياة عامة، لأنه يعني الظروف بقت بتجبرنا على إننا نحنا يعني ما كل حاجة بهوانا أو كل حاجة ماشية زي ما احنا عايزين، اللي هو مثلا الدلع والكلام ده لا. أغلب الناس بقت شايلة مسؤوليات بصراحة أكبر منها، لأنه الوضع بيتطلب كده. فأنت عشان ما تكوني يعني قادرة الحاجة دي وما تلاقي
صعوبات وتواجه حاجات مثلا يعني خليكي يعني شنو يعني حركية كده وسالكة اتعلمي. عرفتي من الاخر الحاجة اللي انا عايزة اقولها لكم انه اتعلموا انكم تشتغلوا، اتعلموا انكم تعملوا اي حاجة وما تقولوا لا او ما تتضجروا، عشان بجد يعني لو مثلا اتخطيتي في وضع مثلا انك انت لا قدر الله هتدرسي في جامعة براكي، يعني مثلا هتكوني في حتة واهلك في حتة، اتزوجتي مثلا في سن يعني صغير كده، يعني تواجهي صعوبات كده ايا كان. يعني زي ما قلت لكم يعني الحياة بقت ما بقت الكل بقى لازم يتحمل المسؤولية، الكل لازم يكون مدرك بالحاجة دي. فشنو يعني نحاول على قدر ما نقدر إن نحنا نضبط دنيتنا، نكون ناس ما نقناقين، بنحب إننا نتحرك نشتغل كده. يعني عارفة إنه صعب شوية على بنات على جيل الألفينات، أنا جيل التسعينات طبعا، عارفة إنه الكلام ده صعب على جيل الألفينات، بس عشان أنا برضو عندي أخواتي أصغر مني كده، فعارفة إنه هم بيتضجروا، بس خصوصا أصغر واحدة، بس يعني والله بتشتغل يعني بتعمل حاجات شبه تدخلي تقولي ده شنو انت عاملة وده، بس لا بتعمل بس بتعمل بمزاجها يعني. فالمزاجيات دي ما تنفع، عشان انت لما تتخدي في الموقف يا حبيبتي هتضطري انك انت تشيلي الليلة براكي، عرفتي؟ فبس دي الحاجة اللي انا حبيت ان انا اقولها لكم. ولما تكوني مجهزة كل حاجة ومظبطة كل حاجة مثلا، وتجهزي حاجتك من بدري وتخططي من بدري يعني كده، وتكوني صاحية عارفة نفسك عايزة تعملي شنو في يومك، بتفرق معاكي شديد شديد شديد. اسألي لي واحدة مجربة يعني كده. بس كده هقطع البطاطس، هحمره واعمل الفطور واوريكم عملت شو. ايوه البتاعة دي على فكرة بتنجز شديد يعني، رهيبة الحاجات اللي بتساعد برضه كده يعني، بتسعف الواحد. هاخد البطاطس خلاص. طبعا الحلة دي سودا كده ليه يا جماعة؟ عشان بنحمر فيها اي حاجة، بنحمر فيها بطاطس فراخ اي حاجة بتاعت تحمير. فيلا ام خالد في نفسي شديد. طيب حطينا البطاطس في النار عشان تتحمر كده، وفي الوقت ده هعمل شنو عصير مانجا، في عندنا مانجا هنا. هعمل عصير على السريع على ما البطاطس تتحمر، اكسب الزمن يعني. انا بحب ان انا شنو انجز كل الحاجات في نفس الوقت عشان ما اقعد استنى واضيع في زمن، فبحب ان انا اعمل كل الحاجات مع بعض واخلص بسرعة. حتى يعني قبل فترة كان معانا ضيوف وكده، فالمهم دخلت يعني ما كنت يعني الناس جو فجأة يعني، فما كنت عارفة انه شنو إن في ناس جاية وكده يعني. ففي باقي أكل في الثلاجة، دي الحاجة اللي بتنقذ يعني وكده. وفي نفس الوقت كان في فراخ كده متبلاها وحطها في الفريزر. فكنت عملت شنو يعني قلت سريع عملت الغدا وكده. فبقول لي كده 200 يا هذه ما شاء الله سريعة شديد يعني، 200 عملت غدا وكده يعني. غدا يعني كان يعني ما في حاجة مترتب ليها ولا عاملة حسابي ولا أي حاجة، بس سبحان الله لقيت إنه في حاجات في الثلاجة يعني عملت صينية غدا كانت محترمة والحمد لله. سترت مع الناس على قولهم مين سترت. فبس يعني الحاجات دي بجد يعني بتخليك بتسعف الواحد لما تكوني خدت حاجات كده في الثلاجة احتياطي وكده. فقلت لي 200 عملت الغدا وكده يعني، كان اقل من نص ساعة. عملت قطعت السلطة، حمرت الفراخ، سخنت الطبيخ، وعملت كذا حاجة يعني. بس الحمد لله. فحاليا ده اللي انا بعمله، هعمل كل حاجة مع بعض بسرعة عشان ننجز في اليوم.
وما نقضي اليوم كله في المطبخ. يعني ده فطور، ده مجرد فطور، لسه في 600 ألف حاجة تانية. فبس ما حابة ان انا ارغي كتير عشان الفيديو ما يكون طويل شديد. وبس كده الحمد لله خلصت. اتفضلوا معانا يا جماعة فطورنا المتواضع ريدي جاهز. نحط شوية ملح في البطاطس وشوية اسمه شنو ده، كمون أو شمار. عندنا نحن في السودان اسمه شمار، وهنا في مصر بيقول له كمون. وهنا قطعت شوية سلطة، حطيت فيها شوية ملح، شوية زيت، هاخد فيها برضو شوية كمون في السلطة. خلصنا المطبخ والجزء بتاعت الفطور بلا 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 وكل الحاجات دي. وبعد كده حسيت ان انا بصراحة مدروخة كده وما قدرت، فريحنا شوية ومشيت قلت اعمل لي شاي او قهوة او اي حاجة. اذا بها الغاز قطع. استسلم؟ لا ابدا. كنت خاطب فحم، عايزة اولع بخور. فالمهم قررت ان انا هعمل قهوة بالفحم كده. هوريكم المنظر. لسه اختي بتقول لي ده شنو المنظر ده، بس قلت لا اوكي يعني عادي. يعني هو القانون يعني ما منظر ما عاطفي شويه، بس يعني عادي يا جماعه، قانون زي بتاعنا في السودان. فبس هعمل لك قهوه واشرب واقعد شويه كده مع نفسي. وبس عايزه اقوم بصراحه انظف البيت، لانه من امبارح مقرر القرار ده ان انا الليله هنظف كده. ما قاعدين ننظف كل يوم، يعني في الاسبوع ممكن مره، والباقي بيكون يعني عادي، يعني اللي هو الترويج كده من فوق كده، الحاجات السخانة بس، يعني عشان اصلا يعني ما عندنا اطفال والبيت ما بيتوسخ. فبس المهم بعد ما هشرب القهوة دي تصحصحني شوية من الغيبوبة اللي انا عايشة فيها. بعد كده هقوم امشي انضف كده. وبس المهم هوريكم الاجواء اللي انا عاملاها لنفسي، حاجه كده بسيطه على الضيق زي ما بيقولوا المصريين، على الضيق. وبس المهم بس الواحد يعمل لنفسه. الفكره شنو؟ انك انت تخلقي لنفسك جو انت تكوني فيه مبسوطه مهما كانت الحاجات بسيطه وكده يعني. فانا كده مبسوطه سعيده. هما طبعا ده شايفين مستغربين اللي هو في البيت شنو اللي بتعملي فيه ده، بس انا شايفه انه يعني عادي، يعني الموضوع ما خطير. فبس قهوتي الظابطة شديد وكمان في الفحم. اصلا قالوا كده القهوة بتكون طعمها رهيب شديد في الفحم. شايفين ابتدت تغلي طبعا، يعني اللي هو بطيء شديد، بس يعني ما ورانا حاجة، احنا كده كده فاضيين وعادي جدا جدا. هي قاعد تغلي. طبعا خدت فيها هبهان وجنزبيل، وهاخد فيها سكر برضو هنا في البتاع، في الكنكة دي. تفضلوا معاي قهوتي المتواضعة الظابطة. ولعت شوية بخور ريحته رهيبة شديد.
وبس كده. اصلا كده كده لسه واكلين، فما حاسه اني جعانه عايزه اكل حاجه، بس خطيت معه شويه بسكويت كده. وبس كده. وبس هنا طبعا ولعت البخور وريحته كانت ظابطه شديد. وقعدت شربت القهوه بصراحه براي. كلهم مش ناموا سابوني براي. فبس شربت القهوة وخلصت. ما تركزوا يا جماعة مع السرير المنكوش والحاجات اللي ما ظابطة دي، عشان لسه كنت ما عملت أي حاجة في البيت. بس بعد كده حرفيا جاتني طاقة وبقى عندي باور. قمت على البيت مسكته، يعني ما خليت حتة، كنست كنسة رهيبة شديد. زي ما شايفين كده وريتكم البلكونة بالتفصيل، عشان يعني عندنا جيراننا كده يعني هو بيرموا علينا اللي هو اكياس البسكويت والشيبس والحاجات دي. فبس البلكونه كانت متبهدله برضو وحالتها صعبه خلاص شديد. كده كنست ونفضت آه الكراسي من التراب والستاير وكل حاجة. جبت اسمه شنو ده، دردير المسح، ما باين. المهم شرشوبة دردير المسح، صبيت فيها كلور وهحط فيها ده بتاع المعطر بتاع الملابس، هحط منه شوية برضو لأنه معطر الأرضيات خلاص. أي حاجة بس تعمل ريحة حلوة. وهأمسح كده، يعني ما همسح معاكم المكان كله، همسح حتة بسيطة وعشان يشجعكم ويحمسكم. المهم ظهر لكم في الفيديو السبب بتاع الغسيل. طبعا الغسيل ده حاجة ما بتنتهي من حياتنا، فان شاء الله بكرة هبتدي في الغسيل يعني شوية شوية. وبس. وده كان كل الفيديو بتاعي لليلة، يا رب يكون عجبكم ويعني عرفتوا يديكم كده يشجعكم ويحمسكم انكم تقوموا او تعملوا حاجات في البيت، تنظفوا ترتبوا، تقوموا تشوفوا وراكي. والموضوع بيكون بسيط لما تكون الحياة ما جايدة شديد. وفي نهاية الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم